مسا النور والسعادة والسكر الزيادة، واللي يشربها سادة ملوش مكان هنا ولا جوه قلبنا. احنا كستات راقية شيك سمباتيك لما بيجي نتناقش في موضوع بنتناقش بمنتهى الموضوعية والحيادية الصراحة. يعني مثلا موضوع حلقة النهاردة هو مين نكدي أكتر، الست ولا الراجل؟ بقالنا فترة طويلة قوي في الجدل ده، يا ترى مين نكدي ومين بوزه أطول من التاني؟ خلاص سيبنا كل المشاكل وفاضل لنا نعرف مين إله النكد عند قدماء المصريين. فاحنا النهاردة بقى في الحلقة هنناقش الموضوع ده. أنا مش هقول إن احنا ملايكة بجناحين بس، الرجال أصل كل بلاء أهو، ولا إن الراجل هو اللي بيستفزنا عشان يخرج أسوأ ما فينا. الرجال أصل كل بلاء بيخرجونا عن شعورنا ويخلونا نصوت ويرجعوا يقولوا الستات فضحيين. الرجال أصل كل بلاء واحد يخون واحدة وكل يوم مع واحدة شكل، ده خاين في ده خاين في الخيانة. ولما الست تطق بعد ما تتجرح وتتوجع وتتعور مشاعرها وتطلع تفضحه يتحاسبن عليها. ما أصل الرجال أصل كل بلاء. خلينا نضرب عرض الحائط ونرد على كل الاتهامات اللي بيقولوها الرجاله، ومنهم الفنان تامر حسني لما قالك بطلة العالم في النكد، ونبص على الدراسه اللي اجرتها جامعه كوليدج في لندن اللي قالت ان الرجال اكثر نكدا. اهو مش احنا اللي بنقول ده، في اثباتات ووثائق، وان هم اكثر تدقيقا في الطلبات، يعني طلباتهم رزله وتفاصيلهم تشل، دي من عندي دي مش في الدراسه، واكثر ميلا للوحده والكآبه مع تقدم العمر. لكن النساء يزدادن رضاهم بحياتهم بعد التقاعد، يعني كل ما نكبر حالة من الرضا بتجيلنا، هدوء سلام نفسي سلكان. وأثبتت الدراسة أن النساء يكونون أكثر سعادة بمجرد توقفهم مع عمل. بطلوا تضغطونا هتلاقونا زي احنا ما بنحبش الفرهضة، احنا نقعد ملكة في بيتنا كده، أميرة في بيوتنا، وبعدين نقعد نعمل بقى اكونتات، جوزي سر سعادتي، انا ملكه في بيتي، اولادي سر حياتي، الحاجات الجميله. عمرك شفت راجل عامل اولادي سر حياتي؟ مفيش الكلام ده. دراسه كمان قالت ايه؟ ان الرجاله الاكبر سنا اكتر عرضه للشعور بالوحده، كل ما بيكبروا بيتوحدوا بيتوحشوا، او الرغبه في العيش بمفردهم، يعني هم بيكبروا مش عاوزين بني ادمين حواليهم. هم اللي قالوا دراسه علميه وبالختم دي ولا مش بالختم من درس من جامعه لندن. ايه اعداد؟ ايه الكلام ايه؟ انا اقول الكلام ده في البرنامج ده انا لسه زيطه جامده وعماله اقول ربنا نصرني مصداقيه ايه وزفت ايه اللي هقولها يا اعداد؟ ماشي. وفي اكدت دراسه عابره اتعملت في فرنسا على سيدات من 200 دوله مختلفه، تصدرت فيها المراه المصريه المشهد لكونها اكثر الزوجات نكدا. استطاعت أن تحتفظ بلقب ملكة النكد في العالم. أنا عندي تفسير علمي على فكرة للدراسة دي. أنا أقوم الفجر أحضر لانش بوكس، أكوي هدوم المدارس، أنزل اللي نازل وأطلع اللي طالع، أطلع الغسيل، أغسل المواعين بتاعة العشاء وأحضر الفطار وأوضب أوضة وأفرش السراير وأكنس السجاجيد وأنفض البطاطين وأسيق الشقة وأفطر جوزي وأحضر له الحمام وأجهز له اللبس وأنزله شغله وأجري على شغلي أخلص شغلي وأجري على السوق أجيب الخضار، أجري على المطبخ أحضر اللي هيتحضر وأظبط اللي هيتظبط، العيال ترجع أغدي وأحمي وأذاكر وأزعق وأصوت وأنزل تمارين وأرجع من التمارين وأنيم وأغسل مواعين وأجي أدوس على زرار التلفزيون، يدخل جوزي من الباب يقول لي ايه؟ ما انت قاعده طول اليوم متدلعه وانا طالع عيني، هو انت كنت بتعملي ايه طول النهار؟ يبقى ساعتها ايه؟ الرجال أصل كل بلاء. ما انت لو كنت بتهتم، ما انت لو كان عندك دم، ما انت لو بتحس يا عم هتعرف ايه اللي مزعلني، انت لو كنت بتفهم ما تزعلنيش وتدلعني، ما خصماك. نشرة أخبار الستات تقدمها إليكم إيفون نبيل الشهيرة بأم بري كيداهم. النهارده دور البت بري ونستهلها بأهم الأخبار. صارت النجمة ياسمين عبد العزيز الشهيرة بوحش الكون طليقها النجم أحمد العوضي في المستشفى بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة وحجزه بالمستشفى. هذا بعدما أعلن محمود حمدان مؤلف مسلسل أحمد العوضي الجديد حق عرب خبر إصابته بأزمة صحية، حيث كتب من خلال منشور على حسابه موقع فيسبوك: جاء فيه دعواتكم لاخويا احمد العوضي بالشفاء. احمد ممنوع عنه الزيارات
وهو محجوز في مستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته، وبعدها حذف المنشور بدقايق. وبعدما تعالت الصعبانيات من جميع منصات التواصل الاجتماعي، اللي يمصمص شفايفه ويقول مش قادر يعيش عين امه من غيرها، واللي يقول يا عيني بيحبها وتعب من فراقها، واللي تفتي بالجامد وتقول لك السكينه كانت سرقاه يا قلب امه وبعد كام يوم حس بالالم الفراق، واللي يتكلم عن الحسد وان حد عامل للعوضي عمل على رجل نمله ذكر وجو قلب الحبيب بقى والحاجات اللذيذه دي. خرج علينا الصحفي خالد فرج ووضح ان العوضي وهو بيصور مشهد اكشن لحريقه نفذ المشهد بدون دوبلير، وخرج العوضي من المشهد بكميه غاز اول اكسيد الكربون وقعد يكح جامد جدا. بعدها على طول جات له نزله برد جامده، فالاتنين مع بعض عملوا كوليكشن، ورفض العوضي ان هو يوقف التصوير، وده قلب معاه قلبه جامده وتعب جامد واتحجز في المستشفى. وبعدها وحش الكون كلمته قالت له انت فعلا تعبان، بعد ما انتشرت الاخبار يعني، فعرفت ان هو فعلا تعبان، فراحت زي اي ست اصيله مصريه تطمن على العوضي. يعني يا روح قلب هايله منك ليها، طلع التعب مش نار الحب، ده طلع من نار الحريق. حاله من الجدل اثارها صلاح محسن لاعب النادي الاهلي المصري خلال الايام الماضيه بعدما نشرت زوجته صورا من محادثات خاصه بين زوجها ومجموعه من البنات عبر سناب شات لتحقق انتشارا واسعا. طبعا هتحقق انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. نموت في النميمه. وسرعان ما خرج صلاح محسن ليكشف حقيقه الصور المنسوبه له، مش بتاعتك ولا ايه، ويدافع عن نفسه بعدما تصدر اسمه محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ قال في البدايه بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي، وانا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل. خلافات الزوجيه عمر ما كانها مكان السوشيال ميديا، والخلافات دي كانت من فتره وحساباتي كانت معاها. يعني هي اللي عامله الشتات وهي اللي عامله الفويس مسج. طبعا انقسمت التعليقات على السوشيال ميديا بين ستات بيوت تقول يا اختي ما يصحش ننشر غسيلنا المتسخ قدام الناس، والراي الاخر قال ست مقهوره واتوجعت واتخانت وطبيعي تاخد حقها بالشكل المناسب ليها، وقال على راي المثل قليل الاصل لا تعاتبه ولا تلومه، ده زي البقعه لا ينضف بربسه ولا بقومه. وفي قول اخر طول ما البصل ما ينفعش يتعمل منه مربى اوعى تستنى من قليل الاصل انه يتربى. انتشرت شائعات مؤخرا عن زواج الفنان حسين فهمي للمره السابعه من عارضه الازياء مريم علاء، وقد حرص الفنان حسين فهمي على كشف حقيقه ما تم تداوله، وذلك بعد انتشار صور لهما معا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اثار قرب مريم علاء وملابسها من تاكيد الشائعه. زعم البعض انه تزوجها في عمر ال80، وعلق فهمي للمرة الأولى من خلال حسابه الشخصي على انستجرام أنها أخبار غير حقيقية، وأن مريم علاء هي موديل، وقد شاركت حسين فهمي حملة إعلانية سابقة وتهوى التصوير وتنشر دائما صورها مع فنانين على صفحتها على الانستجرام. راح فين زمن الشقاوة ده يا حسين؟ ما هو برضو الشورت والألوان ده لازم تثير الجدل يا عم حسين. أصدرت جهات التحقيق قراراً بإحالة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، وذلك للنظر في الدعوى الجنائية والتي أقامها المنتج الشهير محمد الشاعر لتعديها عليه بالسب والقصف والتشهير. وقال محامي محمد الشاعر إن النيابة استدعت شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال موكله وتحريات المباحث الجنائية اللي عززت منها، يعني أكدت إن الأقوال والفيديو المنتشر اللي هي ثبته فيه حقيقي. بسبب إصابتها بكورونا امتنعت أو قالت إن هي مش هتقدر تيجي. ألف سلام عليك يا شيرين من الكورونا وربنا يقومك إيه؟ أمال مين اللي كان بيغني في حفلة جوي أووردز في الرياض؟ بس يا هايلة، بس يا هايلة، مطلوبة مطلوبة مطلوبة. ربنا يا اختي يخرجك بالسلامه ان شاء الله من كل علاقاتك الكخه، يخرجك منها منصوره من السب والقصف، ولا يجيش عليكي حد يا اخه. وعلى ذكر حفل جوي أووردز والذي كان ضمن فعاليات موسم الرياض، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صور للفنانه ياسمين صبري وعارضه الازياء جورجينا، وهم متشابهين جدا في الملامح، ودايما الناس بتعتبرهم ان هم بيقلدوا بعض في الستايل وفي كل حاجه. وكان في كلام رايح جاي على ان ياسمين قلوده ودايما بتقلد جورجينا في اللبس والحاجات دي، فده كان لقاء القمه يا بنتي هايله منك ليها. وعشان احنا عندنا عقده الخواجه واللي تقول جورجينا احلى من ياسمينه، صرح المكير الشهير محمد عشوب خلال حواره باحد البرامج ان ياسمين صبري
اجمل من جورجينا، ولو ما قالش احنا نقول ونصرح. واوضح ان مواطن الجمال في العينين، الشفايف، المناخير عند ياسمين افضل من جورجينا. طمنت قلبي يا استاذ عشوب، بنتنا احلى. وبعدين معلش، بنتنا دي الرجاله بتتمنى لها الرضا ترضى، انما جورجينا دي ايه؟ اصلا ده كريستيانو رونالدو مش راضي يتجوزها. قلتش انا حاجه؟ اهو مش راضيين يتجوزوها، لكن بنتنا بيتخانقوا عليها. أثار سعر فستان نانسي عجرم في حفل صلاح الشرنوبي جدلا كبيرا بسبب انخفاض سعره مقارنة بالإطلالات التي تظهر بها النجمات في الحفلات بشكل عام. ايه أنوسة مطقمة من الوكالة ولا ايه أنوسة؟ بالإضافة إلى وضعها مكياجا خفيفا، طب ما كويس، مناسبا للإطلالة البسيطة الخاصة بها، إذ لفت الفستان أنظار الحاضرين وأثار دهشتهم. ورغم أنه ماركة عالمية وتمت صناعته من خامة الجيرسي، إلا أن ما صدم الجمهور ليس لأن النجمة أخرى ارتدت الفستان نفسه، بل سعر الفستان الذي يبلغ 2009 يورو. إيه؟ 2009 هو كده رخيص؟ وتلاقي اللي بتعلق على الخبر دي يوم ما بتروح تتشقلب في بنطلون جينز ب 120 جنيه من بطرس غالي تحس إنها لابسة سينيه. وقال على رأي المثل عريان ويتأمس تأميز، وفي قول آخر أم عياشة وعامل لي فيها باشا. ألقى المسؤولون في جامعة بابا فريد للعلوم الصحية في الهند القبض على شاب هندي يستخدم ملابس تنكرية من أجل إجراء امتحان نيابة عن صديقته جدع عياض، حيث ظهر الشاب في الجامعة مرتديا ملابس نسائية كاملة مع أساور حمراء وأحمر شفاه، ويحمل وثائق باسم صديقته التي انتحل شخصيتها. شفت يا منيلة الحب منك ليها؟ حط احمر شفايف، ضيع مستقبله عشانها. مش انت كل ما تتكلمي تحكي لي بطولات ابن عمك اللي اتجوزتيه لما عدى قدامك على الطريق عشان تعدي وراه، وهو اصلا كان متفق مع موتوسيكل صيني اول ما يعدي يجي الموتوسيكل يشيلك، بس ربنا ستر الموتوسيكل اتسحب في كمين على الدايره. وقال على راي المثل مستني السمنه من ورك النمله عمرك ما هتشوف خزين. نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية في استخراج سلسلة ومعالق ومسامير من أمعاء مريض بالمنظار الجراحي، وذلك عقب حجزه في مستشفى ودخوله العمليات لإنقاذ حياته. وأجرى أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمي بقسم أمراض البطنة العملية لمريض عمره 45 عام يعاني من قيء مستمر وآلام شديدة بأعلى البطن، وبعمل منظار على المعدة تبين وجود أجسام غريبة بالمعدة، معالق شاي صغيرة، انسيال، وعدد من المسامير العادية ومسامير بورما وموس حلاقه. وتم اجراء العمليه له ووضعه الصحي الحمد لله مستقر، وايداعه تحت الملاحظه الطبيه لاستكمال باقي مراحل العلاج. وادي اخره اللي يتقل في العشاء. قلت 100 مره العشاء يبقى حاجات خفيفه، حاجات خفيفه، بلاش مسامير بورما، معالق والحاجات دي بلاش، خلينا عشاء خفيف، ابر خياطه بين الشعر، شرابات مقطعه، حاجات خفيفه كده عشان الباقي ده بيعمل حموه على الصدر. اتهمت مجموعة من السيدات شاب أمريكي يدعى نيكو بأنه متكبر ومغرور، وذلك عبر إحدى المجموعات النسائية على فيسبوك، كما تبادلنا الادعاءات والانتقادات له مما أثر على حياته العملية والشخصية. وكان نيكو الأمريكي قد ارتبط خلال عام واحد ب27 سيدة، إلا أنهم تجمعوا مرة أخرى ليشاركن عيوبه مع غيرهن خلال تلك الفترة، وهو ما قاده إلى إنشاء دعوى قضائية ضد 27 ست مرة واحدة، وطالب فيها بالحصول على 75 مليون دولار للتعويض على الأضرار التي لحقت به. كم يا قدر؟ 75 مليون دولار؟ ده على كده صلاح محسن للجنه بقى، المفروض يطلب كام بقى بعد السكرينات اللي طلعت له دي كلها. تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أفريقيا بعدما تعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أفريقيا، ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقط احتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف الرأس الأخضر المتصدر ب7 نقط. ومن الحلقه اللي فاتت وانا قلت لك ابعدي عن جوزك طول ما بطوله افريقيا شغاله، النكد شكله مطول معانا شويتين، احنا صحيح صعدنا بس على الحروكرك. فتالت ماتش نتعادل فيه 2-2 بالعافيه، كرة عند الرجاله زي السناب شات عند صلاح محسن، ما تقربيش منه عشان ما يضربش في وشك. وبعدين ايه الراس الاخضر دي اللي نتعادل معاها بالعافيه؟ كانت فين المنتخبات دي يا اختي ايام المعلم حسن شحاته؟ ولا راس اخضر ولا بني وحياتك ولا اي حاجه، كانوا واكلينها ولعه. مش تقولوا لنا فيتوريا وفيكتوريا وخناقه على دماغكم. انتهت اخبارنا، نروح لفاصل ورجعوا لنا تاني بعد الفاصل. اوعوا تروحوا في حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبما اننا بنتكلم عن النكد فانا جايبه لك النهارده حاجتين او كوليكشن
هيثير النكد ما بينك وما بين جوزك، حاجه لذيذه كده من هايله حابه تصبح عليكم بيها. ليه ده بقى كوليكشن النكد؟ اولا لو جوزك حط البرفانات دي فانت هتنكدي عليه، فاحنا هنا عشان نحسن العلاقات الزوجيه ما بينكم. فالكوليكشن ده حضرتك هتاخده، احنا هنبلغ المدام، ارقام هتظهر على الشاشه، تمام؟ حضرتك هتطلب الاوردر، تبقى واخد اذن المدام وحضرتك بتطلب الاوردر، البرفانات دي تتحط جوه اوضه النوم، حضرتك تخش تنام ما تنزلش بيها الشارع. فكوليكشن النكد ده بقى نتفرج مع بعضينا يا استاذ، اوكي؟ وبعدين هقول لحضرتك يا مدام كوليكشن اللي هينكد عليكي عشان يبقى النكد متبادل وتبقى العلاقه لذيذه ما بينك وما بين جوزك. اول حاجه في كوليكشن النكد ما شاء الله البرفان دي تفوز معانا بالاكثر نكدا. ليه؟ هيرشها هتدبي مع حته خناقه، الراجل مش ذنبه، الستات هيتلموا عليكي كوامي كوامي كوامي، مغناطيس مغناطيس. ليه بقى؟ انا هرش وهقول لك، اول ما اشم هقول لك، هتشوفي الرياكشن هتفهمي. يخرب بيت جمال امك، ايه حلاوه شي، ايه الطعامه شي، ما هو لازم هتتباس يا عباية. فهو ده الاحساس، انت فاهمه؟ فهو يحطها، خشي نام، خشي نام، يقعد جنبك، انت الوحيده اللي تشمي، حدش مش بيقول لك ان البرفانات للستات المفروض يحطوها في البيت، الرجاله كمان يحطوها في البيت. ليه يخيلونا بقى في الشارع، ينزلوا بقى هم حاطين البرفانات واحنا نتخيل بقى. فدي دي برفان اسمها انفيكتوس خطيره، دي حطها وبجد ما ينزلش، بجد مش هيرجع. فدي اول واحده ان شاء الله هتثير النكد وهتعمل لكم شغل عالي ما شاء الله، عشان لو قالوا الرجاله هي اللي نكديه الستات هي اللي نكديه، فاحنا بنبادر عشان يبقوا الاثنين متساويين. احنا كده هنا بنحل مشكله وازمه مين اللي نكدي اكتر، احنا الاثنين هنخليكم تنكدوا على بعض ان شاء الله باذن الله. عايزيكم تقدموا المشيئه وكل حاجه هتحصل. تاني حاجه في البرفانات، ولا نقلب على البرفانات الحريمي عشان يبقى ده قصاد ده؟ طيب خلينا في البرفانات الحريمي. دي تحطيها لو انت عروسه، اليوم الوحيد اللي مسموح لك ان انت تفوحي وتلوحي وتبقي كل ما حد يجي يسلم عليكي من الستات طبعا يشم ويتعلم عليه والبرفان يلزق فيه ويقفش في هدومه، تمام؟ دي بقى ايه بقى؟ دي من احلى واشيك وارقى وافوح واثبت البرفانات اللي هتجربيها في حياتك. لا دي ما نرشهاش، دي خساره نرشها في الهوا، دي نرشها على نفسنا يا اختي في الشراشيب كده وفي كل حته. الاستوديو شامم؟ في حاجه جات لكم؟ 100 100 الله ينور عليكم. دي برضو تحطيها تخرجيش من اوضه النوم، تخيلوهوش بقى، تخيلوهوش. دي بقى عارفين بقى الناس اللي عدى عليهم مراحل، يعني مثلا بقى لهم 20 سنه متجوزين وابتدى يلتفت ان انت اصلا مش موجوده في البيت، انت مش معانا في الكوكب، حطيها وروشيه بقى، رايحه جايه رايحه جايه رايحه، هتلاقي يعني بقى ايه، يمين شمال يمين شمال، هو لازم يبص عليكي، لا هو مش شايفك هو شمك. فدي تمام، دي اسمها اولمبيا. طيب من احلى واجمد البرفانات اللي هتنكد عليكي انت واللي جابوكي. ليه بقى؟ لان انت لو حطيتيها يعني هقول لك اسمها وانت هتفهمي، فدي ما يعني لو متخانقه معاه ما تحطهاش، لان هو مش هيقدر يقاوم جمال امك، اوكي؟ دي اسمها ايه بقى؟ بيبي دول سو سكسي. بيبي دول سو سكسي، مش محتاجه اشرح ولا اوضح، بس ممكن نشم سوا. جاهزين؟ جاهزين معايا المفاجاه؟ يا دهوتي يا خرابي الجمدان ده، حلاوتي. دي بقى يا جماعه من اكتر البرفانات الجاذبه للرجال. دي اهي اهو قدامكم اهو. طيب في عروض حلوه قوي الفتره دي في هايله، فممكن حضرتك انت وجوزك عشان تتبادلوا النكد، وطبعا احنا مش بنتكلم بجد، احنا بنهزر. دي البرفانات دي هتحسن علاقتك بجوزك، هو مش شايفك هيشمك، انت مش شايفاه هتشميه، فاحنا بنحاول نخليكم تلاقوا بعض في الشقه، تمام؟ هتلاقوا بعض عن طريق الشم. نرجع بقى لكلب الحراسه والاجواء القديمه، مش شايفينك بس شامينك. وبعدين ليها مميزات حلوه، يعني زي ما حصلت كده حالات خيانه تجيبيه من ريحته، ريحتك كذا ريحتها كذا، نبتدي نرجع بقى نصحي المشاعر والاحاسيس بتاعت مناخيرنا،
فنعرف الراجل ده كان فين، ازاي نشم ريحته على حد نعرف كده، نبتدي نشمشم، نصحي نفسنا ونفوق نفسنا، ونرجع تاني لموضوع حلقتنا ازاي ننكد على بعضينا. الحلقه دي تمام، او الفقره دي برعايه هايله بيرفيوم. كل البرفانات دي من هايله، هتلاقوا الارقام بتاعه هايله ظاهره لكم على الشاشه. اسالوا على عروض الدلع من هايله. المفروض ان احنا العروض دي يا جماعه الاسعار كلها راحه في حته تانية خالص، واحنا تقريبا اخر يوم او يومين في العروض اللي شغاله دلوقتي. اسالوا على عروض ال50 وال100 وال150 باكجات كده، هتلاقوا فيها عروض حلوه قوي. فالعروض دي قربت تخلص. احنا ما اتكلمناش كتير على برفانات الرجالي، احنا اتكلمنا على دي وحابه قوي 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 دي بقى لازم نتكلم عليها كتير. دي برفان الراجل اللي عاوز يتعامل مع بنات صغيره، يعني يبقى بيجذب الشباب. هو راجل متصابي تمام، هو هيحطها هيجيله شباب. يعني احنا عندنا باكجات من الستات، فدي المخرج عاوزها، دي المخرج طلبها في ودني دلوقتي وانا ببلغ مراتك. مش انا قلت لك من الاول ده كمين؟ البراند بتاعنا يا جماعه بيبلغ كل الستات، احنا بناخد رقم الراجل ومراته، فاي حد هيشتري بارفان احنا بنبلغ جوزك اشترى كذا يا مدام، شوفي جوزك بيحطها لمين. تمام، هي تراقب بقى، تتابع بقى، احنا ربنا يقدرنا على فعل الخير. هايله بتحب تعمل الخير دايما. دي بقى اسمها الترا ميل، تحسي ان هو نحنوح، هو كبير بس نحنوح. خطيره خطيره. لا يا مخرج، لا يا مخرج، انت لازم تشم يا مخرج، انت لازم تشم وتهيص. ايوه هم اللي انت كده بدات تفهم. استاذ مصطفى حضرتك يعني لازم تجرب دي، تاثيرها على الكوكب هيبقى عامل ازاي. واحنا بنبلغ المدام من هنا ان استاذ مصطفى هياخد الازازه دي وممكن ما يروحهاش البيت. هي مش هتشكرني، هي تيجي تدب معايا خناقه، عارفاها وهقول لها. تمام كده المجموعه يا جماعه بتاعت البرفيوم. اسالوا على ذوقكم. يعني انا ممكن اجي اقول لكم ان دي احلى نوع لبرفانات الرجالي، بس ده مش ذوقك. يعني انا مثلا في احد الانواع ورشته لكم قبل كده، الشرقي انا ما بطيقهوش. الشرقي والعود، عود بقى كلمات ووصال والحاجات دي انا بالنسبه لي ما بقدرش استحملها. هو البراند بتاعي وانا بسوق سمعه البراند وبقول لكم اشتروا ذوقكم، لان انا لو اتكلمت على الاعواد انا هوقف حال البراند كله وهقول لك ان البراند كله استغفر الله العظيم يا رب. فهو ريحتها اكثر ثباتا، هي غالبا هي دي، لا دي خلصانه، يبقى دي انا بحبها غالبا هي دي. الاسم ممسوح من عليها بس انا خايفه ارش، لان انا كل مره برشها نفسي بتغم عليا وبطني بتقلب. لا دي حلوه، دي حلوه. عموما يا ولاد احنا عندنا اعواد وعندنا الشجري وعندنا الفلوري، فلما تيجي تشتري حضرتك تقولي ذوقك ايه، هم هيرشحوا لك احلى حاجات انا بحبها في الذوق ده، او اوحش حاجات انا بكرهها، فتعرفي ان هي قويه ثابته. الاعواد دي ثابته بالايام. عايزه بقى البرفان الاكثر ثباتا للحلقه دي. برفان الحلقات اللي فاتت كانت الاكثر ثباتا سكيب. دي بقى استخدمتها لمده 6 سنين من حياتي، ما كنتش بغير النوع ده حقيقي بجد. من احلى واشيك البرفانات الفلوري للناس اللي بيحبوا الفلوري، عشان ما يبقاش ذوقك شجري وحاجات مسكره وبتاع وتروحي تاخدي دي تقولي وحشه ايه القرف ده، فانت ما تجيش تقولي لي ايه القرف ده. انا ذوقي فلوري ورود. دي اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ويك اند. قعدت 6 سنين ما بستخدمش غيرها. اولا فواحه جدا، جميله جميله، ما تراجعيش ورايا، روحي خديها. ويك اند. اسالوا على الكوليكشن يا جماعه بتاع البرفيوم كلها. بالاضافه طبعا صوتي ابتدى يغلق، ابتدت البرفانات تخش في زوري. عندنا المسك الابيض بكل الاحجام، ده كده حجم ال 12 جرام. طبعا انتوا شايفين ان انا بستخدم الحاجه وانا ماشيه في الطريق، كل الحاجات دي معايا في شنطتي اصلا. طبعا مش كل ده يعني، بس دي كلها حاجات اللي انا بستخدمها، انا مش جايبه لك حاجات جديده، ده كل الحاجات دي اللي انا بستخدمها. هتلاقوا البرفانات نصها ده غير اللي خلصان في بيتنا. طبعا دي برفان المسك، دي احلى برفان عرفها التاريخ. المسك الابيض ده احنا بنعمل منه بارفان. طب المسك الابيض ده بيستخدم ازاي؟ في منطقه البيكيني، منطقه الاندر ارم، ريحتك تفضل نظيفه لحد ما تاخدي الشاور اللي بعدها. يعني استحميتي النهارده خدتي شاور بعدها بيومين 3، ريحتك بتعرقي مسك، بتعرقي مسك، مش مجازا، هيخليكي تعرقي مسك. الناس اللي بيجيبوا المسك السعودي الاوريجينال فاهمين انا بتكلم عن ايه. ده الاوريجينال ده بيتباع بالجرام. طيب المسك الاسود ده قصه تانية بقى خالص لوحده. اولا ده
تحديدا لمنطقه البكيني، بيعطر داخليا وخارجيا لان هو مستخرج من الغزاله، ده حاجه طبيعيه، ماده طبيعيه. تمام. بيقتل البكتيريا، بيقاوم الفطريات، بيمنع خالص اي روايح كريهه في المنطقه دي. انا بقى كشخص بستخدمه ازاي؟ انا بستخدمه احيانا كثيرا للخطوط والتجاعيد اللي في وشي. ده المسك الاسود الاوريجينال، مش اي مسك اسود، يعني مش اي حد يديكي مسك اسود، ده لازم يبقى الاوريجينال يا جماعه، لانه لو مش الاوريجينال ما ينفعش احطه على بشره وشي. انا بستخدمه فعلا كسيرم لوشي من كتر ما هو بيرطب 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 بطريقه فظيعه، بيقلل التجاعيد جدا جدا جدا. بس هو طبعا انا عشان افترى وعشان انا صاحبه البراند فبستخدمه لوشي، لكن هو الطبيعي ان هو بيتجاب لمنطقه البيكيني عشان هو مفيد قوي للمنطقه دي. اقروا عن فوائد المسك الاسود. بس هو بصوا شويه دقيقتين بس هتلاقوا ايدي اتشرب المسك الاسود ومترطبه وبتلمع، هتلاقوا لمعه مش هتلاقوها في حياتكم، فده بيبقى في وشي. بس انا عشان حاطه مكياج فمش راضيه امسح المكياج. اوكي، فرائع رائع. برضو نازل عليه عروض حلوه قوي، فاسالوا عن عروض المسك سواء ده او الفروتي بقى اللي هو الفانيليا والرمان والتوت، كل ده موجود عندنا. النهارده كان عندنا فقره تاني او حاجه تانية هقولها لكم سريعا. هنلحق صح؟ ماشي هنلحق كده، هنلحق. طيب انا كده اتكلمت عن البرفانات واعتقد ان الارقام ظاهره لكم. اسالوا عن العروض واطلبوا النهارده او بكره بالكتير قوي، لان يا جماعه الاسعار دي كلها هتتغير، يعلم ربنا. العروض هتفضل موجوده بس الاسعار هتتغير، فالحقوا اطلبوا. اسالوا عن عروض المسك، اسالوا عن عروض البرفانات، اسالوا عن كوليكشن الدلع بتاع هايله، واسالي بناء على ذوقك. تمام. انا بقول لك اهو، انا جايه لك بقول لك من المستقبل الحقي اشتري اليومين دول عشان الحاجه رايحه في حته تانية خالص. هعمل معاكم بقى دلوقتي، ودي تاني حاجه انا حابه اعملها في الفقره دي، ان يبقى في خلطه طبيعيه، لان انا بحب اعمل القصه دي جدا. فانا هعمل لك خلطه لطيفه جدا بتعمل على ازاله المكياج، هتعمليه في البيت بدل ما نشتري مزيل المكياج، فاحنا نوفر ثمن مزيل المكياج ونشتري بيه بقى برفانات من هايله. شفتوا بقى؟ برضو منه من دقنه ويفتله. هنجيب ميه ورد، تمام، وهنملى اغلب البتاعه دي كده ميه ورد. تمام. دي بتاعت اللانش بوكس بتاع العيال، قلت شكلها لطيف فتبقى في التصوير لطيفه. وهنجيب اي زيت بتاع اطفال ونحط تقريبا منه معلقه، يعني ما يوازي، خليكم معايا بقى كده، ما يوازي معلقه كبيره. طيب الاهم من زيت اطفال اللي انا حطيته في ميه سخنه، انا كنت جايباه متجمد، ده ايه بقى؟ ده زيت جوز الهند. هو كان متجمد اول ما دخلت الاستوديو فقلت لهم هاتوا لي بس حبه ميه سخنه، وفعلا صح خالص كان متجمد ما كانش ينفع ينزل. وهنحط منه برده معلقه كبيره. تمام. والمفروض بس انا نسيت اجيبه للامانه، يعني ان احنا يبقى عندنا جليسرين. تمام. الجليسرين ده هيعمل على ايه بقى؟ انت لو جيتي بصيتي معايا هنا، انا مش عارفه هو مش باين طبعا اكيد، بس انا ممكن اقلبها لك، اقفلها واقلبها لك. هتلاقي لو انت شايفه هتلاقي الزيت عايم فوق ميه الورد، ف يا اما هنرجها كل مره هنستخدمها فيها، يا اما نحط نقطتين 3 جليسرين هيخلي كل الحاجات دي تمتزج مع بعضيها، ودي فايده الجليسرين. تمام. وبرده مرطب قوي جدا للبشره، فاحنا ده هنستخدمه بقى ايه؟ كمزيل للمكياج. طبعا انا مش هقدر امسح المكياج عشان ما يبلكيش حسن كرع اللي جوايا. اوكي. فانا هوريكي انت بتجيبي القطن اللي زي ده، يا اما ممكن على فكره تحطي كل القطن جواها وتقفلي دي وتطلعي قطنه تمسحي بيها وشك، ودي فكره حلوه قوي انا ساعات بستخدمها. يعني بدل ما اجيب القطنه وادلق عليها الغسول بتاع البتاع، انا بحط كله واستخدم قطنه واطلعها. يا اما بتستخدميها اول باول. انا لو معايا قلم روج، تمام، كنت هوريكم ان انا بمجرد ما بعمل كده كل حاجه بتطلع، اروح ماسحه من الناحيه الثانيه اهو. بصي حتى ده طلع فيه البتاع. هتعملي كده. ده بقى ايه فايدته؟ اولا حاجه طبيعيه انت عاملاها في البيت، كل مكوناتها انت عارفاها، ما كلفكيش حاجه غير حاجات عبيطه جدا. الحاجات المكونات دي كلها بنستخدمها في وصفات طبيعيه، فالمكونات كلها عندك في البيت تقريبا. يعني ما جبتيش حاجه. البيبي اويل اغلب الناس عندنا، زيت جوز هند مش هتستغني عنه، لو مش موجود هاتيه، ميه ورد،
المكونات كلها عندك، هيعمل لك كميه كبيره جدا، مش هتكلفك اي حاجه، طول الوقت هتبتدي تعمليه طازه بطازه زي ما بيقولوا، وهيبقى عندك في البيت. مرطب حلو جدا للبشره. زيت جوز الهند يا جماعه بينعم البشره وبيفتحها وبيرطبها. وبعد ما تستخدميه، بعد ما بتستخدميه بتغسلي وشك بقى بالغسول المناسب ليكي. ولو حابه تدهني جزء بسيط من زيت جوز الهند على المناطق الجافه، يعني انا دايما بيبقى انا بشرتي مختلطه، ففيها اجزاء جافه واجزاء دهنيه، فمثلا التي زون بتاعتي هنا وكده ده بيبقى دهني شويه، وفي باقي الاجزاء الخطين دول حطي فيهم زيت جوز الهند. يعني فده كانك عملتي بالظبط مزيل للمكياج وعملتي مرطب. يعني انت ممكن بعد ما تروحي مسقسقه وحاطه على وشك، ده فيه ميه ورد وفيه زيت جوز هند وفيه رائع رائع. يعني ممكن تنامي بيه اصلا بالليل، بس اغسلي وشك، لان بيتفضل حتى لما بنغسل بغسول او بمزيل المكياج بنغسل بيه، بيتفضل بعض اثار المكياج على وشنا، فلازم نغسل وشنا بالغسول. وممكن بعدها تروحي مسقسقه وشك بقى من ده، لان هو مفيد جدا جدا للبشره. انتهت فقرتنا النهارده يا جماعه، اتكلمنا على البرفانات بتاعتنا واتكلمنا على العروض بتاعتنا، وارجوكم الارقام ظاهره قدامكم على الشاشه، الحقوا اطلبوا عشان الاسعار رايحه الشلاحات. فهايله بتمسي عليكم وبتقول لكم احلى نكد عليكم ده ولا ايه؟ مساءكم زي الفل. نروح لفاصل وارجعوا لنا نتكلم عن باقي احداث النكد في الحلقه دي. نروح لفاصل ورجعوا لنا تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ومين نكدي اكتر، الراجل ولا الست؟ طبعا احنا برنامج محايد، مش عاوزين نقول مين ولا اي حاجه، فالدكتور هياكد لنا دلوقتي. معانا دكتور وليد هندي، استشاري صحه نفسيه وعلاقات اسريه. منورنا يا دكتور. بنورك وبعيد عن النكد. لا ربنا يبعد النكد، بس هو ربنا ما موجود يجيبش للاسف. صحيح. يعني احنا ما جبناهوش، احنا بس بنفسر هو ايه اللي حاصل. مين بقى النكدي اكتر يا دكتور؟ يعني بص، خلينا نتفق ان النكد ده صفه انسانيه، يعني ما نقدرش نديلها صبغه هو ذكوري ولا انثوي، لان حتى الابحاث تضاربت فيما بينها. يعني هي سمات لو لقيتيها في حد خلاص هو نكدي. بالعكس، انا ارى من منظوري الشخصي ان الست بطبيعتها فرفوشه، بطبيعتها ضحاكه. الله ينور عليك يا دكتور. يا طبعا نصيبنا يا دكتور، ده من يعني اول الحلقه كده. لا يا دكتور، انت معانا في كل الحلقات القادمه ان شاء الله. يعني حتى دايما اقول جلسه بلا نساء كملح بلا طعام، فلازم تكون موجوده، بتبقى حته الكريز اللي بتزين اي مكان موجوده فيه. اهو اهو اهو. لا ده حقيقه. يعني مش بقى نوت اونلي بات اولسو، مش بس دكتور وراجل قد الدنيا، ده راجل كمان. يعني وبيقوم. الاصل فعلا في المراه ان هي فرفوشه، ان هي ضحاكه، ان هي جميله، ان هي عندها ذكاء وجداني، يعني مساحه من الوجدان تدي لها قدره على الاستيعاب والاحتواء والاحتضان والتفهم والتقبل والنبي والايثار. الواحد سمع الكلام الحلو سكم بكم ولا هنطق طول الحلقه دي. حضرتك قول يا دكتور، حضرتك قول، انا قاعده مستمتعه بالكلام والله. ايوه قول يا ستموني. قول يا استاذ. قول يا دكتور قول. لا احنا حقيقة. مستنيين القواله دي من زمان كل ما نجيب حد يفعصنا ويجعصنا. لا في لا كلام زي ده الفل. ده حقيقه، ده حقيقه موجود في المراه يعني. وبالتالي حتى لما هي بتعمل حاجه نكديه غالبا بتكون رد فعل، لان حتى الابحاث قالت ايه؟ قالت الست ممكن تبقى نكديه طبعا، ولكن في توقيتات معينه. سي مثلا عندها تقلب في المزاج، بطبيعه المراه متقلبه المزاج، اوكي. سي مثلا عندها اضطرابات هرمونيه معينه، فممكن تخليها نكديه شويه، يعني تاتشات خفيفه كده. اما الراجل لو بقى نكدي فالنكد عنده ممنهج. يعني ايه ممنهج؟ بقصد. بقصده وعن عمده، بخطوات ثابته والفتره طويله الامد. يعني ممنهج، لو اشتغل عليكي في النكد مش هيسيبك غير وانت قاطره من بعد عين. صحيح، بعد ما يسويكي. فده لو هو عاوز يبقى نكدي. طيب الست لما تبقى نكديه، في ابحاث قالت ان الست في السنه كلها بتقعد 8000 ساعه نكديه، بمعدل ساعتين ونص. كان بحث كبير على 3000 امراه، بمعدل ساعتين ونص في الاسبوع و11 ساعه في الشهر. ده لو هي نكديه، فليها معدل في النكد. ده كده اللي هي الاوفر بتاعت النكد. طبعا احنا بنقول ده عشان نبشر لاي حد متجوز لقيتها نكديه يمسك التايمر كده ويقول الحمد لله نكديه 45 دقيقه، لساني في الاسبوع ساعه وربع، بكره النكد بكره. فتبقى تيك كير وتبقى تخلي بالك. انا بقول دايما الحياه قصيره، يعني العمر الانسان قصير، فتحاول بقدر الامكان تبقى سعيد ومستمتع بالحياه. ليه النكد؟ يعني نحاول نشوف الاخر اللي معايا دوت ايه اللي بينكده وما اعملوش ببساطه شديده جدا يعني. يعني سعادتك لما بتروح تشتري موبايل او تشتري اي حاجه، بتقعدي تقري فيه وتشوفي الكتالوج وتشوفي الاوبشنات
علشان تستغلي كل حاجه فيه. انت برضو لما يبقى معاك شريك حياه الاحرى بيك اقرا الكتالوج، شوف ايه اللي بيسعده واعمله، وايه اللي بينكده وما تعملوش. طب في رجاله ما لهمش كتالوج، يعني باعتبار ان انا ست فانا بقول لك في رجاله ما لهمش كتالوج، هو جه فقره النكد جت، فهو زي ما انت بيقول بيبقى عن قصد ومخطط. انا اتلافى ازاي النكد؟ انا كست بقى عايشه مع راجل، فخلاص تخيلنا الست فرفوشه، طبعا زي ما احنا النظريه قالت اهو، مش انا الدكتور اللي قال، فخلاص الست فرفوشه وفي راجل نكدي عايش معاها، تتلافى النكد ازاي بقى يا دكتور؟ تشوف الاول ايه المواقف اللي بتعمل له استثاره وتبعد عنها. يعني هو بيتنكد من ايه؟ من حس عالي، ما تتكلمش بحس عالي. بيتنكد ان حاجاته الخاصه ما بيلاقيهاش، تحاول تشوف متطلباته. بيلبس يبقى قمصانه تبقى مكويه وتبقى جاهزه. بيحب يشرب شاي وقهوه يبقى في السريع لما يطلب شاي وقهوه. يعني انا عندي حالات متجوز 20 سنه كل يوم يقول لمراته عاوز اشرب ميه، لان هو بيحب يشرب ميه مع الاكل. طب ما بتجيش، فتشوفي انت ايه اللي ممكن بينكده فينكد عليكي فما يتعملش. ده نمره طب ما واحد. يقوم يجيب ميه يعني ما هو خدي بال حضرتك برضو يعني هو ممكن يغزي الشيطان وخلاص. انت يعني هي ست عامله اكل وطبخه ومكلفه وبتاع، يعني في حاجات بتبقى ثوابت. يعني الاكل معروف فيه سلطه، فيه ميه، فيه ثوابت في الاكل، فيه عيش وهكذا. فانا عاوز اقول لحضرتك ايه، انت شوفي ايه اللي بينكده عشان ما ينكدش عليكي واعمليه. بينكدوا اهمال النظافه الشخصيه مثلا، خلاص خليكي قدر الامكان خليكي لابسه كويس. بينكدوا البادي ايمج او صوره الجسم عندك، بقدر الامكان حافظي على صوره الجسم بتاعتك ما يبقاش فيها ترهل. يعني شوفي ايه اللي بينكده ما تعملهوش بقدر الامكان. مثلا انت ليكي شخصيه مستقله اوكي، وليكي صديقات وليكي قرايب وليكي حياتك اوكي، بس لما تلاقيه موجود هو جاي في البيت زاير ما تعمليش اللي ينكده. ما تتكلميش مع اختك طول الوقت وهو موجود، او مع صاحبتك طول الوقت وهكذا. حسسيه بوجوده. يعني بقدر الامكان هو نكدي، فما تعمليش مواقف تستثير النكديه اللي عنده، وبالتالي ينفجر في وشك، يتحول هو كمان لنكدي ويقعد لك بقى، يعني يتربص لك بقى على الواحده. عينك وعافيتك. صحيح. يعني يجي يقول لك تقول له صباح الخير، يقول لك وكمان بتقولي صباح الخير، لان هو قاعد متشعر معاكي على الواحده. فانت بقدر الامكان تلاشي ده، ما تعمليش مواقف مفجره للنكد. طيب لو انت متلاشيه ده وبرضه هو نكدي رزل، يعني مصر على النكد، مهم قوي تخلقي لنفسك صوبه نفسيه، حاله نفسيه مغايره. خلاص ما تبقاش متشاف بالنكد بتاعه. يعني خلاص بقى، ما انا حاولت لعبت كل الالعاب، تشيكا على العالي وتشيكا على الواطي، خلاص ما فيش فايده لما خلاص تعطلي. بالظبط. انا كنت في حلقه اللي فاتت تقريبا كنت بتكلم عن حته اسمها الاستغناء النفسي. خلاص استغني، اعملي لنفسك حياه بقى موازيه تفرحك، بالظبط. عشان هو ما فيش منه راجع. ولو انك قلت كلمه تعطالي يعني ما تفوليش في وشي، ربنا ما يجيبش عطل نفسي مع اي حد من اللي بيسمعونا. ان شاء الله يا دكتور. بالظبط. فمش عاوزين حد يعطل، ولكن لو انت حاسه انك بتبذلي مجهود ومفيش فايده، اخلقي لنفسك مساحه نفسيه موازيه مريحة. يبقى ليكي اغنيتك المفضله، مزاجك النفسي المفضل، فنجان قهوه، صديقه مفضله. انت لو كنت بتهتم، انت لو كان عندك دم، انت لو بتحس يا عم، كنت هي دي اغنيتي المفضله. ولو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ ايوه. ايوه. لا يا دكتور، لا يا دكتور، لا يا دكتور، الحلقه دي كده يا دكتور في الجون. طب عشان بس نبقى محايدين فيك، هحاول ابقى ست محايده. نعم. الستات النكديه نعم. في بركان عكننه يخش يلاقيها قمطه راسها، والعيال عملت والعيال سوت. والله بص، هي مش هو بقى هي مش بالشكل. اكتر حاجه تعكنن الراجل عدم تفهم شريكه الحياه. يعني انا اعرف رجاله تطلب من مراتها حاجه، اول رد فعل ليها لازم يبقى بالرفض، لازم يبقى لا. عارفه المتشددين اللي هم يجي مثلا يخترعوا نقل الاعضاء، يقول لك لا هو ما عندوش بديل، وهو لو عنده عضو فشل يروح يدور على حد يديله يعني عضو. اشمعنى يا دكتور؟ طب هو الرجاله بيحبوا روبي وبيحبوا، هي قالت لك لا 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 لا، كل لما اقول له يقول لي اهو لا 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 لا، الست قررت لا كم مره في الاغنيه، وتقعد بقى انا قلت لا وهي لا، وعاوز تخطبني بانهي حق يعني؟ لا طبعا صعب شويه، صعب. فانا عاوز اقول لك ايه، الرفوز على المطلق ده بيضايق الراجل جدا، ولا سيما ان انت تيجي في الاخر بتستجيبي للي هو بيقوله. فما ينفعش تعملي اكشن وتخلي الحياه نكديه. ده مهم. وقت الخروج ما ينفعش تعاقبي جوزك على الخروج، لان بشوف سيدات ما فيش مره بيخرجوا غير لازم يتخانقوا. طبعا دي مشكله كبيره جدا. انت بتعاقبيه على ايه يعني؟ فبتحاولي بقدر الامكان التوقيتات الحرجه دي. في العيد
يعني كنا زمان واحنا نكد صغيرين المناسبات معروف علميا. واحنا صغيرين في العيد يقول لك ايه، انت استحميت حمايه العيد الكبير واحنا صغيرين. دلوقتي بقت الترند نكد العيد. اتخانقتوا خناقه العيد الكبير واخده بال ده مفيش، حضرتك؟ ده كل المناسبات لازم تعدي بخناق، ده معروف علميا في كل البيوت المصريه. بالظبط، لان بيبقى ليه حيثيات، لدرجه ان في نوع من الاكتئاب بيصيب المراه ما بيصيبش الراجل، اسمه اكتئاب العيد، بيصيب المراه اكتر، لان هي بتبقى قبل العيد الناس كلها قاعده مفنطزه ومبسوطه وسعيده، وهي بتشتغل وبتروق وبتكنس وبتمسح وبتعمل الستاير وبتنظف، وساعات في العيد تستقبل ناس مش عاوزه تشوف وشهم اصلا، ولا حد من اهله يقول لها طب عيدي عليها وقال يعني جايب لها هديه، طب خدي كلمي مش عارف مين وهي مش عاوز تتكلم، فكل ده بيبقى عبء نفسي ولود نفسي عليها. بلس ان هي في حاجات مثلا زي اللحمه الضاني، في سيدات ما بتحبش اللحمه الضاني، فبالنسبه لها يبقى عبء، هو يخليها تقطع الخروف وتغلف وتوزع وتطبخ وتشم ريحته وهي مثلا مش طايقه ده، فالعيد عندها ده ممكن يعمل لها اكتئاب. الانهاك العصبي والنفسي والجسدي والسهر، هو بيخرج طول الليل مع اصحابه ويعملوا سندوتشات بقى جبنه تركي وبسطرمه ومبسوطين بقى وفي الفريش، وهي قاعده يا عيني بتعاني الامرين، فده برضه بتروق بيعمل لها. الحفله اللي كان فيها اهله، اه بالظبط وتلموا بالظبط. الرز اللي لزق في السجاده. ايوه والعيال الصغيره تتنطط وحاجات كده. يعني انا ساعات مثلا بيجي له ضيوف في بعض الاحيان زي ما حضرتك بتقولي ومعاهم اولاد، بحس ان كوماندوز جاي البيت، عاصفه الصحراء جايين يقضوا على الاخضر واليابس، يعني ياجوج وماجوج، مش عيال صغيره عاديه دي يعني صحيح، فربنا يكون في عون الزوجه. فاللي عاوز اقوله ايه، انت بقدر الامكان التوقيتات اللي ممكن تبقى الزوجه نكديه بقول لها شوفي ده ما تحاوليش تعمليه، شوفي المواقف برضو اللي بتضايقه ما تحاوليش تعمليها، ما يبقاش النكد على المطلق. وعلى فكره في حاجات بتبقى متطلبات اساسيه في الحياه انها بتعمل نكد للراجل، يعني قاعد مع اصحابه كده بره ومبسوط وفي الفريش انت فين؟ تجي له يا ريت تجي له رساله ما تنساش تجيب عيش ولبن وجبنه بيضه عشان بكره مش عارف ايه، ما هو هيجيب، يعني خلي في رسائل ما هو دايما بيتحول عاطفيه. من بعد فتره الرومانسيه والحب والحاجات دي لعم عبده البقال. بيتحول عم عبد البقال صحيح، وعم كلاماته، حسين الكهربائي زيتون وعم خليل كلاماته معاك وانت السباك جاي وربع. الا النقاش ما شفتش راجل بيبيض لا بيبيضوا برضه يا دكتور، ايوه صدقني. قدر الامكان يعني. طب يعني دكتور، ممكن تكون جزء من الحياه دي الظروف الاقتصاديه؟ يعني ممكن مثلا يبقى ضغط الراجل في الشغل وضغط الست في الشغل، هما الاثنين بيتقابلوا ينفجروا في البيت هما الاثنين. بص يعني انا ما بامنش بالضغوط، نحن من نصنع الضغوط، احنا اللي بنصنع الضغوط لنفسنا، ما بامنش بالضغوط اطلاقا. خدي بال حضرتك احنا كنا زمان بيئات كانت فقيره بس كانت ناس تبقى سعيده ومبسوطه، كانوا صح. ياكلوا على الطبليه، ما كانش فيه سفره، كانوا لما يجوا يروحوا البحر شمسيه على كتفهم، ما كانش فيه شاليهات لا سخنه ولا ساحل ولا كلام من كان ده. المصيف الرسمي جمصة، طبعا ده ولا بتاع ساحل ولا البهوات. صيفين. انا عاوز اقول لحضرتك يعني، انا عاوز اقول لك ايه، ان في النهايه كانت ناس سعيده، ليه سعيده؟ هي اللي بتحمل نفسها الضغوط، فانت بقدر الامكان ما تصنعش الضغوط. احنا بنصنع الضغوط ازاي سيادتك؟ مثلا يعني شوفي كل الناس او معظم الناس هتلاقي معاه كريدت كارد بتسحب على المكشوف ويجي اخر الشهر عاوز يغطي الفلوس. انا لحد النهارده ما بستخدمش كريدت كارد، فلوس بحس بقيمتها وانا ماسكها في ايدي، بطلعها من اللحم الحي فبخلي بالي ما تبقاش مجرد ارقام. فاحنا اللي بنصنع الضغوط. معظم الناس تلاقيها واخده عربيه بالقسط، شاليه بالقسط، شقه بالقسط، فيقعد احسن سنين عمره شغال يسد. عند صاحب اجانس العربيات بيشتغل وبيديله، شغال عند المقاول اللي واخد منه الشقه، شغال عند شركه الاستثمار العقاري اللي واخد منها الشاليه، فبيضيع احسن سنين عمره في ده، بيلهث في الحياه ويبقى عنده خواء روحي وبيشتغل بدل الشغله اتنين ومطحون ويعمل مشاكل. ولما يوصل ان هو عنده الشقه والعربيه والشاليه لا بيلاقي زوجه ولا بيلاقي اولاد ولا بيلاقي صحه، فبيحاول حتى بقدر الامكان اللي كسبه يبيعه عشان يصرفه ويرجع الصحه ما بترجعش. يعني احنا اللي بنصنع الضغوط، ننظم نفسنا. انا بشوف مقاسي من يوم ما مصر دخلها الهايبرات، تلاقي كل واحد واخد العربيه ومحمل وجاي عند الكاشير بيرجع ربع الحاجه ونص الحاجه عشان ما معهوش. طب ما تاخد على قد احتياجاتك، يعني ما تروح تشتري على قد احتياجاتك، نظم يعني السلوك بالظبط، انزل هات الاستهلاكي. اللي انت عايزه. فالضغوط ما بتعملش مشاكل، صناعه الضغوط هي اللي بتعمل مشاكل. الخواء الروحي هو اللي بيعمل المشاكل. مفيش سوشيال سبورت، ما بتقعدش مع اولادك. خدي بال حضرتك الزوجه مش محتاجه منتج، مش محتاجه سبونسر يصرف، محتاجه زوج. صدقني بقول كده طول الوقت، انا مش محتاجه مكنه ATM شغاله معايا في البيت، محتاجه بني ادم يعيش معايا تاني في البيت. بالظبط، محتاجه لغه حوار، محتاجه حنيه، محتاجه طمانينه، محتاجه دفى، محتاجه حد يملى عينيها، محتاجه حد يستوعب طاقتها، محتاجه حد يشاركها احزانها، افراحها، املها، طموحاتها، محتاجه حد يعلي منها، لو بتشتغل يكبرها، لو بتدرس يخليها ترتقي
في دراستها، لو يعني وهكذا يطور من ادائها. كتر النكد ممكن يودي الاتنين لفين؟ هو لو نكد 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 مستمر، مشاكل عصبيه، خلافات، خرس زواجي، طلاق عاطفي، بعد كده طلاق، اللهم احفظنا. ده ايه كمان؟ ده الشكل الاجتماعي للنكد. اما الشكل الصحي بقى حدث ولا حرج. يعني بنشوف سيدات ما كانتش بتدخن قبل ما تتجوز، دلوقتي بتشرب سجاير وبتشرب شيشه، وان على نتيجه ايه؟ العصبيه المفرطه والنكد، فبتحاول تهرب في عالم موازي. بنشوف خيانات زوجيه في بعض الاحيان من بعض الرجاله نتيجه النكد اللي موجود من الزوجه، او ما فيش حد بيستوعبه او بيستوعبها. فبالتالي اي حد، اي ودن نظيفه بتسمع، بتستقطب الناس اللي هي بتعاني من النكد. بيؤدي حتى المشاكل الجسديه. يعني احنا عندنا مجموعه امراض اسمها السايكوسوماتيك ديز اوردر، اللي هي الامراض النفسيه الاجتماعيه اللي بتاخد اشكال عضويه. يعني انا لما بتضايق باكل. فرط الشهيه العصبي ده مرض، اضطراب. يعني هو مش مرض، هو اضطراب. فرط الشهيه العصبي انك لما تبقي يعني متضايقه جدا تاكلي فسيخ. وتعملي من الفسيخ شربات. لا انا محدده التارجت بتاعي، انا اتضايق اكل فسيخ، اقوم بقى بصل فسيخ وارقع. حلو. غيرك بقى حته ملوحه، حته رنجه، شويه ملخلول، يعني بيحدق. كل واحد بيحط مش كفايه بنحدق في الدنيا. حلويات بقى. طبعا فرط الشهيه العصبي ده احد الاشكال بيترتب عليه البدانه او السمنه، او العكس، حد ما بياكلش نتيجه ان هو برضه متضايق فبيحصل له مشاكل معديه، القيء، اضطرابات القولون، ارتجاع المريء، الامساك المزمن، كل دي امور سايكوسوماتيك. تساقط الشعر عند الست، الحكه الجلديه او الهرشه، الام الغضروف. مش عايز اتكلم بقى في سكر وضغط وقلب وكانسر عشان ما ندخلش الناس في متاهه. ما تبسطهاش اكتر من كده بقى كفايه نكد. روشيتا بقى يا دكتور. زي ما بدأنا الحلقه، نرجع كده انت لو كنت بتهتم. روشيتا في دقيقه نلخص فيها ايه اللي يقلل نوبات النكد المتبادله ما بين الرجاله النكديه والستات النكديه. نخلق مساحه من الاستمتاع. اي حد بيسمعنا بقول له خلي السعاده عاده وعيشها دايما بزياده. واسمع معايا فريد الأطرش لما قال الحياه حلوه بس اللي يفهمها. حياه حلوه والدكتور حلو وكلامه حلو، ومن ساعه ما قعد والله قلبي مرتاح لك يا دكتور. كلك على بعضك حلو. يا جماعه الحياه ابسط من ان احنا نعيشها في نكد، وزي ما الدكتور قال كده اوجدوا مساحه للسعاده. يعني بدل ما نبقى بندور ننكد على بعض في ايه، لا نبسط بعض. ازاي؟ لو قلتي كل يوم انا هبسط جوزي ده ازاي، صدقيني هيبقى عندك تارجت لطيف، هو هيشيلهولك تاني يوم، هيجي يردهولك، تتردلك في الافراح في النكد. فاوجدوا مساحه للسعاده ونفذوا كلام الدكتور العسل، دكتور العسل وليد هندي. احلى فقره حصلت في تاريخ البرنامج. انا سعيده يا دكتور بيكي النهارده. انا اللي سعيد بيكي وببشاشتك وبقوه حضورك وبطلاقتك اللفظيه وبالكاريزما الجميله اللي لو كل واحد شافها اكيد مش هيبقى فيه نكد. يختي يختي يختي. ايوه بقى. اشوفكم الحلقه الجايه، وانا مش قادره اتكلم عن النكد بعد الكلام الحلو اللي اتقال لي ده. اشوفكم الحلقه الجايه من هايله، وتابعونا كل خميس الساعه 12. باي باي.